من ضمن مهارات الريدنج اللي بتساعدك تكون efficient trader أو قارئ محترف هي مهارة ال accurate prediction أو التنبؤ الدقيق بالمعنى. بص العبارة دي مثلا though progress in the subway hasn't actually stopped. لو عبارة زي دي وردت في مقالة بتتكلم عن المترو على سبيل المثال، القارئ هيفهم إنه فعلا التقدم في المشروع ما وقفش بنسبة 100%، وده من خلال كلمة not actually. بس رغم إن ده ما حصلش، هيعرف إن في حاجة غلط حصلت، زي إن يكون حصل اضطرابات مثلا أو إضرابات في الشغل عطلت المشروع، فتلاقي الكاتب بيقول لك strikes have severely hampered the project. او صحيح التقدم ما وقفش بس حصل تباطؤ يفوق التوقعات، فتلاقي الكاتب بيقول لك it has slowed beyond expectations او غيرها من توقعات تانية كتير. بس اكيد الكاتب عمره ما هيبدا البدايه اللي احنا قلناها وبعدين يرجع يقول لي the subway will be opening soon. كل الحاجات ديت ممكن ترسمها في عقلك قبل حتى ما تكمل الجمله، ده من اول عباره. افتكر ان قدرتك على التنبؤ بالنص وتوقع الدرافت الجاي هيبقى ازاي في التكست بتساعدك دايما تفهم اسرع من انك طبعا تكون passive reader او مش مشارك في النص. افتكر دايما do it perfectly, do it as a pro.